أنواع لما في اللغة العربية: لما الظرفية بمعنى حين، متضمنة للشرط غير جازمة إذا كان بعدها فعل ماض. لما قرأت فهمت. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. والنوع الثاني هو لما الجازمة. لما الجازمة بمعنى لم بعد أو ليس بعد not yet، وتنفي المضارع وتجزمه لكن مع توقع حصول ما بعدها. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. والثالثة هي لما الاستثنائية بمعنى إلا. إن كل نفس لما عليها حافظ. وإن هنا تحتمل معنى النفي، فيصبح معنى الآية ما كل نفس إلا عليها حافظ.